طبعا يا حبايبي، انا ما كنتش هشتغل على القناه، و هايدي اخدت مني القناه غصب عني، واخدتها بقى جابحها بقى. هايدي اختي الكبيره اخدتها جابحها، اخدتها غصب عني يعني. ومش كمان اخدتها مني، لا ده اخدتها وبقت بتشتغل عليها كمان يومين هي وجوزها. وانا ما عدتش هنزل تاني، اعتزلت يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا موسى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ودعوانا وسعيد ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. طبعا قبل اي حاجه تنسوش تصلوا على النبي زي ما قلت لكم، ودعوانا وسعيده. فانتم كلكم الفيديو ده توضيح، تمام، للي بيقول انتي يا رميساء ما عادش هتشتغلي على القناه ولا ايه. طبعا يا حبايبي اكيد انا مش هقدر اسيبكم، يعني اسيبكم. انا اقدر اسيبكم؟ عيب والله، عيب في حقي قوي. طبعا يا حبايبي انا كرم موسى وهي كدودو، هاي اختي، القناه بتاعتها ما كانتش بتجيب ارباح. يعني عارفين انتوا اللي هو اما تيجي تضرب في ميت، هو كده بقى. القناه بتاعتها ما كانتش بتجيب ارباح، ما كانتش بتجيب مشاهدات، ما كانتش بتجيب اي حاجه. هي كانت بتنزل على الفاضي اصلا، يعني اعتبرها كده كانت بتنزل على الفاضي. فانتوا اكيد ما ترضاهاش ان انتوا يعني تفضلوا تتعبوا 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 ومفيش حاجه قصاد التعب ده. فهاي دكتور طبعا اول قناه ليها كانت متعقده منها وبعتها. طبعا عارفين ان انتوا ان هي بعتها ليه، عشان كانت تعمل العمليه بتاعتها طبعا. وتاني حاجه القناه دي بعتها، خدتش منها حاجه يعني، ولا خدت منها حاجه وهي فيها، ولا خدت منها حاجه بعد ما بعتها، تمام. فهي بعتها، وحاليا انا اللي اقترحت عليها. ما كانتش راضيه خالص خالص تفتح قنوات تاني، وقالت خلاص كده كفايه، وهبقى لو نزلت معاكي فيديو مره اتصور معاكي تمام، ما نزلتش عادي. بس انا اللي اصريت عليها، قلت لها لا لازم تكملي. في ناس بتحبك، في ناس بتحب هدوءك، يعني في ناس بتحبني مثلا عشان انا مثلا ايه بضحك معاهم بهزر معاهم، في ناس بتحب هايدي عشان هاديه، في ناس بتحب مثلا امل اختي عشان فرفوشه بتضحك معاهم كده. ف... فكل واحد وبحب فاهم اللي هو الشخصيه بتاعته والشخصيه اللي بحبها. فطبعا عشان اقول لكم ان هايدي والله لازم ما كانتش راضيه تطلع خالص، ما كانتش راضيه اصلا تصور تاني. فانا قلت لها بلاش، واصلا يعني بلاش ان هو تغيب عنهم وكده، لان هم فعلا يعني بيحبوكي. فقالت لي لا انا مش هطلع تاني وكده. قلت لها خلاص عندي اقتراح، ليه مثلا انت ما تنزليش على قناتي وتاخدي وشوفي الفيديوهات اللي بتجيلك ايه وتاخدي حقك، وانا انزل والفيديوهات اللي انا انزلها اخد حقي فيها، وننزل انا وانت مع بعض، تمام. ننزل انت انا وانت مع بعض بدل ما القناه يعني تتسابوا كده. وانا كده كده اصلا ما بنزلش على القناه ليه. حبايبي ردوا على حبايب قلبي، ردوا على كده يعني، ونحط لايك، كلموهم ونحط لايك، حط اي حاجه. فطبعا مش هقول ان انا بذاكر وقطع نفسي مذاكره، مش هقول ان انا بجتهد على قد ما اقدر، مش هقول كل ده، لان والله 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 العظيم هي دايما بتعدي بكرم ربنا، بتوفيقه، ولا بمجهودي ولا بتعبي ولا باي حاجه انا بعملها. الحمد لله الحمد لله، انا ما تعبتش على قد ان انا تعبت، اللي هو تعبت قوي. والحمد لله ربنا برضو وفقني، والحمد لله ودايما ربنا معايا. الفاسقة ميه يا بنت. ايوه بابا. الفاسقة ميه. اه. فطبعا يا حبايبي زي ما قلت لكم كده، دايما ربنا معايا وموفقني في حياتي وموفقني في دراستي، وده الدليل ان يعني انا ما عملتش اللي عليا في المذاكره، والحمد لله الحمد لله ربنا وفقني وجبت درجه كويسه، جبت شهاده في التاريخ، وقفلت في التاريخ. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ادعولي كتير 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 قوي. انا عارفه انا مقصره في حق ربنا، والله لازم عارفه ان انا مقصره في حق ربنا كتير قوي اليومين دول.
انا كنت منتظمه على الصلاه، كنت منتظمه على الاذكار، كنت منتظمه على الورد بتاعي، كنت منتظمه حتى على صلاه الفجر. انا حاليا مش عارفه، مع يعني الفرض بقى تقيل عليا، وحتى احنا في رمضان. ف ادعوا له كتير، دعين دعين والله، عشان كنت بمشي اقول لي ده صلي وصلي ومفيش احسن من الصلاه ودعين، انا متاكده ان دعين. فطبعا غير المحاليل اللي انا كنت باخدها، جالي فتره بقى كشفت عند الدكتور، وقال لي ان دي بقى غلطات، وقال دي بقى ان دي تعب وزعل، وكتب لي علاج كتير قوي. تمام. وقال لي ان ده تعب وزعل وكتمان وكلام من ده. ف فضل يتكلم كتير دكتور فوزي والله العظيم، وتعب معايا الفترة دي، تعب معايا جامد. والحمد لله الحمد لله. اشاعة، عملت اشاعة وعملت كل حاجة، عملت تحاليل وعملت كل حاجة. وطبعا عملت برضو اشعة قلبي، والحمد لله. يعني فاقول لكم على قد ما اقدر، يعني اللي هو يعني بس. يعني نرجع لموضوعنا تاني. الفترة اللي انا كنت غايبة عنكم فيها كنت باخد والله محاليل وعلاج. والفيديوهات اللي انا بنزلكم بتاعت ليلة رمضان والحاجات دي قبل رمضان بكتير اصلا، هاي اختي مسافرة اصلا بقالها كتير، والفيديوهات دي ايام ما هي كانت موجودة. فالمهم خسيت بطريقة رهيبة. طبعا ده يعني ده واسع كده، لكن عشان انا بحب الحاجات بس. لكن انا والله العظيم الحمد لله الحمد لله، مش هقول غير اللي يرضى ربنا. انا ليه ده عامل نفسي. طيب. فالمهم نرجع موضوعنا تاني. امل هاي اختي ليه باعت قناتها عشان ما بتجيبش ارباح. وليه اشتغلت على قناتك؟ عشان انا اللي حابه كده وحبها تشتغل على قناتي، عشان انا لما انا بطل شغل هي تشتغل، ولما هي تبطل شغل انا اشتغل. لكن بقى لما هي بطلت شغل واشتغلت عندي، انتوا سالتوها القناه انت بتشتغلي على قناتي رميساء ليه؟ فين قناتك؟ ما بتنزلش على قناتك ليه؟ رميساء ما بتنزلش ليه؟ انت خدت قناه رميساء معرفش ايه. ولما انا لما هاي اختي يعني اعرفه، انا ما بخشش اليوتيوب ده خالص 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 نهائي. يعني انا ما بخشش ولا بس ولا يوتيوب ولا بخش اي حاجه لاي حد ولا اتفرج على فيديوهات ولا اي حاجه. يا دوبك انا هاي بنزل فيديو او هايدي بتنزل الفيديو، يعني منتجه وانزله، هاي تعمل عنوان تعمل صوره وتنشره وترفعه بقى وتعمل كل حاجه تمام. انا بقى ما بجيش جنب الفيديو خالص ولا اعرف عنه حاجه خالص. تمام. اللي عليا انا بنزل فيديو، هايدي بقى بتكمل الشغل اللي بقى. لكن مثلا لو لقيتوا قناتي داخله اي بس بتتكلم فيه، او اي فيديو معلقه عليه، اعرفوا ان دي هايدي، لان انا ما بخشش بسات حد. هايدي اللي بتخش البسات تتكلم مع الناس بتهزر مع الناس. فانتوا بتحسبوها ان رميساء وتقولوا نورتي يا رميساء نورتي يا رميساء. فدي مش انا يا جماعه، ده هايدي اختي، دي اللي سرقة قناتي. فطبعا القناة عند هايدي اختي، وتنزل عليها وتصور عليها، عاوزاكم تشجعوها بقى. لان الفيديوهات لما يعني انتوا عارفين هايدي ما مش عارفه هي هتحب ان انا اقول كده ولا لا. بس هايدي اختي والله لازم زعلانه قوي، زعلانه منكم جدا. يعني انتوا عارفين بتفضل تقول لي ايه، بتفضل تقول لي انا وشي وحش على قناتك، انا كذا، انا بجد مش هما من ليه، يعني ليه من المشاهدات دي؟ انا اول ما دخلت على تفضل تقول كده، ما عادش منزله تاني على قناتك والله العظيم. تفضل تقول ما عادش منزله تاني على قناتك، انا اول ما دخلت على قناتك بقيت خليت مشاهداتها مش كويسه، معرفش ايه، ما عادش انزل تاني. فانتوا اللي خليتها تقول كده. ليه بقى؟ لان انتوا لو مشاهدين حلو عاملين لايكات كويسه، بتدخلوا على القناه تعملوا لايك واشتراك تمام، بتتفرجوا على الفيديو تعملوا لايك وتكتبوا تعليقات، ما كانتش قالت كده. لكن انتوا حسستوها ان هي اول ما دخلت على القناه فخليتها وحشه وخلت مشاهداتها وحشه. فانتوا ليه بتحسسوا هاي اختي كده؟ ليه بتحسسوا هايدي اختي كده؟ اوعوا تحسسوا هايدي اختي كده تاني. تمام، عشان ما ازعلش منكم. فطبعا يا حبايبي بكلمكم بجد والله، هايدي زعلانه قوي ان يعني مشاهدات الفيديوهات اللي هي بتنزلها على قناتي مش كويسه، دايما تقول يعني الفيديو هم مش حابين ما عادش انزل تاني على قناتك وكده. وطبعا انتوا مش فاهمين ان القناه اصلا متباعه بتاعت هايدي، انتوا تحسبوا ان هايدي بتنزل عندي معرفش ايه عشان خدت قناتي وكده. لكن انا قناتي موجوده عندي وموجوده عند هايدي، وان شاء الله هنزل عليها على قد ما اقدر، وهيدا هتنزل عليها على قد ما اقدر، وانا وهي هننزل مع بعض، وهنشترك يعني هنشترك في القناه مع بعض. وحبيت اطلع افهمكم والله، وانا تعبانه ولسه اصلا كنت معلقه محلول وجايه. فحبيت افهمكم و بتكونوا فهمتوا، بتكونوا عرفتوا القناه بتاعتي هايدي بتشتغل عليها ليه،
وهايدي خلاص دي قناتها، يعني هايدي دي خلاص بقت القناه بتاعتي، بقت قناتها خلاص. هايدي كده كده دي قناتها في اي وقت وكده، بس خلاص هايدي القناه بتاعتي بقت قناتها، وهي باعت قناتها، ما عادش عندها قناه حاليا على اليوتيوب، والقناه بتاعتها القديمه خلاص اتباعت لحد تاني، وبقى حد تاني شغال عليها وخلاص كده. يبقى انا دي قناتي وقناه هايدي، لاول ما تخشوا على القناه هتلاقوني انا او هايدي. وعاوزاكم تشوفوا الفيديوهات كلها اللي قبل كده لو شفتوا الفيديو ده، وتعملوا لايكات كتير وتخليكم معايا. طبعا بحبكم في الله، ادعوا لي كتير ربنا يردني ربنا كده ردا جميلا ويهديني. وعاوزه نصيحه منكم، لو انتوا شايفين في حاجه غلط او شايفين في كلمه حاجه غلط ادوني نصيحه وانا هتقبلها منكم كاخوات ليا، وبحبكم في الله. وما تزعلوش هايدي منكم ابدا ابدا ابدا، ده مرهوفه الغاليه. وطبعا والله على قد ما هي يعني على قد ما رهف ما يعني بتعيط وما بتسكتش وكده، بس هي والله العظيم مقدراكم وبتنزل لكم يعني بترد على تعليقاتكم يعني بتشوف الناس على اليوتيوب بتتكلم معاهم، على قد ما هي يعني ملبوخه وكده، بس عشان ما تزعلش حد، فانتوا ما تزعلوهاش خالص. وطبعا معلش ان انا طولت عليكم، انا كنت قلت ممكن يكون 10 دقايق بس بقى فلتوا مني بالغلط. ف ما تزعلونيش منكم، ما تزعلوش دودو منكم، وانا بحبكم جدا جدا والله، وانتوا اخواتي من 5 سنين او 6 سنين او 4 سنين، اخواتي من زمان قوي، بحبكم في الله. قضيتوا معايا والله مراحل عمري كله، مراحل الكبر بتاعي والصغر والتخن والخسسان وكل حاجه. ف انا بحبكم جدا والله، ومتنسوش تدعوا ماما سعيده في الايام المفترجه دي، ربنا يرحمها يا رب يغفر لها. واروح اكمل كوبايه الشاي بتاعي اللي بردت بقى والقرصتين عشان اتسحر واروح انام. بحبكم، سلام.